يا مساء الجمال والدلع. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا بإذن الله. النهاردة بمناسبة السنة الجديدة هنعمل كيك الريد فيلفت، وهنطلع من نص كيلو ريد فيلفت صنفين من الحلويات. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. عندي 4 بيضات، كوبايتين من الزبادي، نص كوباية من الزيت، ونص كيلو من الريد فيلفت. ودي الريد فيلفت يا جماعة بيكون جاهز، انا بشتريه من عند الراجل بتاع مستلزمات الحلويات. نزلت بالاربع بيضات، كوبايتين الزبادي، ونص كوباية من الزيت. ومهم اوي يا جماعة المكونات بتاعتي تبقى في درجة حرارة الغرفة، يعني قبل ما اشتغل في الكيكة بتاعتي لازم اكون مطلعة المكونات من التلاجة حوالي ساعة او ساعتين، واكون مشغلة الفرن قبلها على درجة حرارة 180. هضرب بقى المكونات بتاعتي بالمضرب الكهربائي لحد ما الخليط بتاعي يفتح، وبعد كده هنزل بنص كيلو من دقيق الريد فيلفت. بعد كده هستمر في الضرب حوالي 7 دقايق. اول ما القوام بتاعي يتقل ويبقى شبه خليط الكيك العادي جدا، هجيب بقى صاج مقاسه 30 في 40 مبطناه بورقة زبدة، وهنزل بالخليط بتاعي. ولازم يكون سمك الخليط بتاعي بالشكل ده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بعد كده هفرده بالسباتيولا بتاعتي بالشكل ده كده، وبعد كده هديله خبطتين كده عشان اساوي السطح بتاعه، وهدخله على فرن متسخن من قبل زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180. هيقعد معايا ربع ساعة مش اكتر من كده، وهختبره بخلة سنان قبل ما اطلعه من الفرن. لو الخلة بتاعتي طلعت نضيفة يبقى هو كده تمام. طلعه بقى وهلزق عليه ورقة زبدة كده عشان اشيل الطبقة اللي فوق، لان الطبقة اللي فوق بتبقى ملزقة لان بيبقى فيها زفارة البيض. جبت صاج تاني وقلبت عليه الكيك. ممكن تجيبي صينية تانية، اي حاجة يعني تقلبي عليها الكيك بتاعك، بس خدي بالك لانه بيبقى سخن جدا. بعد بقى ما قلبت الكيك بتاعي على الصاج من الناحية التانية، هبدأ اشيل ورقة الزبدة. ولازم يا جماعة نشيل ورقة الزبدة والكيك لسه سخن، لان لو الكيك برد مش هنعرف نطلع ورقة الزبدة وهتلزق فيه. فنتعامل مع الكيك كده بالراحة عشان ما يتفرفتش مني. هبدأ بقى اسلك ورقة الزبدة بالراحة كده. بصي حضرتك البخار بيطلع ازاي كده تمام. هجيب بقى الصاج بتاعي اللي انا كنت عاملة فيه الكيكة من الاول، وهرجع اقلب الكيكة بتاعتي على الناحية التانية زي ما كانت، عشان اسلك ورقة الزبدة التانية اللي انا حطيتها فوق عشان تشيل معايا الطبقة اللي فوق اللي بتكون ملزقة ومحوشة زفارة البيض. هسيب بقى الكيك بتاعي يبرد تماما، وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي هفكها كده وهعلم على الكيك بتاعي عشان اعمل شكل القلب. وبعد كده هجيب السكينة وهمشي على طروف القلب عشان يتفك معايا. وزي ما اتفقنا هنتعامل معاها بالراحة عشان الكيك ما يتفرفتش معايا والشكل يطلع قلب بالظبط. طبعا حضرتك لو ما عندكيش الصينية دي ممكن تستخدمي اي كادر تقطيع على شكل قلب، او مش لازم قلب، ممكن دايرة، ممكن وردة، اي حاجة متوفرة عندك، متوقفيش نفسك خالص. بعد كده هفك بقى القلب بتاعي كده واشيل الطروف اللي حواليه، وبعد كده هنقله في الصينية. ولو
حطيتي القلب بتاعك ولقيتي فيه فراغات، مفيش مشكلة، خدي حتة كيك وازنقي القلب كده من الطروف زي ما انا عملت كده، عشان لما اجي احط الخليط السائل اللي انا هعمله بعد كده ما ينزلش معايا من الناحية التانية، واما اجي افك الصينية بتاعتي يبقى شكله مش لطيف. فهنزنق حتت من الكيك كده في اي فراغ هلاقيه. بعد كده هرجع اجيب الصاج بتاعي، وجبت قطعة كده على شكل قلب، وقطعت قلب كمان، وهسيبه على جنب، وهقول لكم بعد كده هنعمل بيه ايه. يلا بقى نعمل الخليط السائل بتاعي او الطبقة التانية. حطيت نص كوباية من السكر، وكوباية من الجبنة الكريمي، علبة من القشطة، وبعد كده هضربهم لحد ما الخليط بتاعي يبقى سائل والمكونات كلها تتجانس مع بعضها. بعد ما المكونات كلها اتخلطت مع بعض والسكر داب، هبدأ احط كوباية من الكريم شانتيه، ونزلت بكوباية من الحليب، والحليب بتاعي لازم يبقى ساقع عشان الكريم شانتيه ينفش معايا. ضربت بقى، انا هنا حسيت ان الخليط بتاعي تقيل شوية، فنزلت بمعلقتين كده من اللبن. هضرب بقى معايا الخليط لحد ما قوامه ينفش ويبقى بالشكل ده. هجيب كوباية واحط فيها معلقة ونص كبار من الجيلاتين النباتي، وهنزل عليهم بربع كوباية من المية المغلية. ولازم يا جماعة المية بتاعتي تكون مغلية عشان الجيلاتين بتاعي يشتغل. هدوبه كويس، وبعد كده هجيب المصفى بتاعتي وهصفي الجيلاتين، وهنزل على الكريم شانتيه بتاعي، وعادي يا جماعة هننزل بيه والمية سخنة، هو كده كده هيتجمد في التلاجة. بعد كده هضرب الخليط بتاعي لحد ما الاقي الجيلاتين كله داب في الكريم شانتيه واختفى. يا جماعة انا استخدمت جيلاتين نباتي، جيلاتين نباتي مش حيواني. جيلاتين النباتي بيتباع عند الراجل بتاع مستلزمات الحلويات، عند اي هايبر ماركت، ممكن يتباع مغلف في اكياس زي دريم والحاجات دي. بعد بقى ما ضربت كويس، هجيب الصينية بتاعتي وهنزل بالخليط بتاعي واحدة واحدة كده، وبعد كده هسويه بالاسباتيولا بتاعتي. بعد بقى ما اسويه في كل الصينية، هجيب بقى الاسباتيولا المستطيلة بتاعتي دي، وهساوي كده الطروف عشان يعني شكلها يبقى حلو. ويا جماعة مش لازم التجليس بتاعي يبقى بيرفكت 100%، لان انا لسه هحط عليه حاجات تانية هتداريه. جبت بقى القلب اللي انا قطعته في الاول وحطيته كده بالشكل ده. بعد كده هحطه في الفريزر لمدة 12 ساعة. وده بقى شكلها. بعد كده هجيب بقى قالب السيليكون بتاعي ده، وهجيب باقي الكريمة اللي فاضت معايا وهحطها في كيس حلواني، وبعد كده هنزل في القالب بتاعي ده. وزي ما اتفقنا، لو عندك اي شكل ممكن تشتغلي بيه، مش لازم قلوب خالص، اي قالب سيليكون متوفر عندك اشتغلي بيه عادي. بعد بقى ما نزلت بالكريمة بتاعتي في كل القالب، جبت معلقة صغيرة كده وسويت الكريمة بتاعتي بحيث ان هي تدخل في القلب كله. بعد كده جبت الصاج بتاعي اللي انا بشتغل بيه اصلا، وجبت القلب بتاعتي وقطعت القلوب
انا قطعت هنا 8 قلوب. طبعا قطعات القلوب دي بتبقى طقمة على بعضها، فانا اول مرة استخدمت الحجم الكبير اللي هو المقاس الكبير يعني، وفي في القلوب الصغيرة استخدمت المقاس الوسط. بعد بقى ما هقطع القلوب بتاعتي كلها هبدأ احطها على القالب بتاعي، والكريمة لسه ما جمدتش، ولازم يا جماعة الكريمة ما تكونش جامدة عشان تمسك في الكيك بتاعي. بصوا انا هنا استفدت بكل الصاج بتاعي، يعني ما طلعش معايا غير الطروف الناشفة اللي بتبقى على الطرف دي يعني. حتى يعني انا اديتها لجوزي حطها في شوية لبن واكلها يعني، فما فيش اي مشكلة، ما فيش حاجة بتترمي. بعد كده لزقت بقى القلوب بتاعتي في الكريمة بالشكل ده، وهحطها برضو في الفريزر بتاعي لمدة 12 ساعة. القلب ده اتقطع مني يا جماعة، تاخدوش في بالكم يعني. بعد 12 ساعة بقى هبدأ اطلع القلوب بتاعتي. بصوا بقى جمدت ومسكت نفسها ازاي. انا طلعتها هنا على ورقة زبدة، وهقول لكم ليه دلوقتي. بصوا شكلها تحفة ازاي. هطلع بقى كل الكمية بتاعتي، وهجيب الجيلو بتاعي. وده يا جماعة حاجة اسمها جيلو، بتتباع برضو عند الراجل بتاع مستلزمات الحلويات. حطيته في كيس حلواني وبدأت ازوق بيه القلوب بتاعتي. انا مش هسيحه ولا اي حاجة، هو بيتحط زي ما هو كده، لان انتي حضرتك لو سيحتيه هينزل وهيسيل معاكي ومش هتعرفي تسيطري عليه. بعد بقى ما خلصت تزيين القلوب كلها هبدأ بقى انقلها على طبق نضيف، وهشيل بقى ورقة الزبدة بتاعتي ارميها بقى. بعد كده هسيب بقى القلوب بتاعتي الصغيرة دي على جنب، ونروح بقى نشوف القالب الكبير بتاعنا. جبت بقى الأداة دي اللي هي بتاعة التورت الدوارة. لو مش متوفرة عندك برضو مفيش مشكلة، هي بس بتساعدني وانا بزين ان انا اتحرك براحتي، او احرك يعني الكيك بتاعي براحتي. لكن لو مش موجود عندك مش مشكلة، حطيها على الترابيزة. هجيب برضو الجيلو بتاعي، وزي ما عملت في القلوب الصغيرة هعمل في القلب الكبير، وهنزل بالجيلو بتاعي. انا حددت الاول كده عشان ما يجيش على القلب الصغير، وبعد كده هنزل بقى بيه يعني هغطي التورته بتاعتي كلها. عايزه اقول لكم يا جماعه انا بحب الحلويات دي جدا، طعمها بيبقى رهيب بعد ما بتخلص بجد. بصوا بقى القلب بتاعي كده خلص، والقلوب كمان بتاعتي تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى اسمع رايكم في الكومنتات، وانا هسيب لكم صورة الجيلو في الكومنتات عشان تبقوا عارفين شكله وانتوا بتشتروه. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.